هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. طبعا مشتاقة لكم كلش هواي والله العظيم. رجعنا لكم بفيديو. طبعا هذا الفيديو هماتين مختلف. هنا صادف عندنا عزيمة فسوقنا هنا وجبنا 14 دجاجة. طبعا احنا ما ناكل الا الدجاج ذبح. هنا جبنا دجاج يعني ذبح، بس نظفهم الولد وبعدين انا هماتين رجعت عليهم نظفتهم وغسلتهم. يمكن 1000 مرة عندي تابعة بهالنظافة، يعني انظف الشي عدل. يعني هنا هماتين جبنا تمن. هذا التمن احنا نستخدمه كلش نثري وحلو. هنا جبت السكينة، بس انا ما اقدر كل شي اصور لكم لان اشتغل هنا قبل يعني اقصص الدجاج واقصله. هماتين جبنا لحم وجبة غسلتهم كلش زين، والدجاج هماتين حتى نقعته مي وملح وبعدين غسلته عدل. هنا عرقت اللحم بالبهارات، بالنومي بصرة والورق قار والدارسين والبصل والكاري والكركم وبهارات اللحم هماتين، شوية لمندوزي. هنا الدجاج هماتين عرقناه ببهارات الدجاج والماجي واللمندوزي والنومي بصرة والكاري والكركم. هنا ضفت عليه البصل هماتين. يعني الاكل صار كلش طيب، اكل العزايم يصير كلش طيب. هنا الخضرة بدينا هم ننظفها يعني، وهم غسلتها كذا مرة ونقعتها، وهماتين رجعت غسلتها. يعني انا من اسوي شي يعني احتني بيه كلش. هنا جاي اخذ لكم لقطات، يعني جاي ننظف بالخضرة. هنا الدجاج يعني بعد ما مستوي بس على النار. يعني هنا طبعا التمن طبخنا 3 جذور تمن، والتمن صار يعني كلش طيب ونثري. بس تعرفون شوية البخار مال الجدر يعني يقوش الكاميرا. هنا بدينا جاي نطبخ بالتمن، ضفنا الشعرية وبدينا نحمس بيها. هنا طبعا اختي المتزوجة جاي تحمس بالشعرية. هنا جاي تنتظرها تاخذ لون وبعدين تضيف التمن. هنا شوي شوي بدأت تاخذ لون. يعني هنا ضافت التمن وضفنا للتمن هماتين دارسين وهيل اذا تلاحظون، ومي ورد حتى يعطي نكهة للتمن فتشي، وملح طبعا شي اكيد. يعني هنا الجذر الثاني هم بدت خطية طبخة 3 جذور طبخة تمن. هنا بدت تحمس بالشعرية هماتين تاخذ لون وتضيف التمن. طبعا التمن احنا نقعناه قلت لكم وضفنا له مي حار. بالطبخ يعني ضفنا له مي حار مو بالتنقيع. يعني هنا الدجاج هماتين بدينا يعني نقلي. حتى الدجاج رشيته بهارات وكذا وقليته يعني حتى تصير بيه نكهة كلش طيبة. وهنا بديت اغسل بالصواني انا هماتين. وانا حتى بالصبح احنا صبينا كذا وجبة، بس اخذت لكم يعني بالصورة واحدة لان ما قدرت، لان كذا وجبة نصب اعتقد بال35 صينية.